السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، عاملين إيه، ازيكم؟ أنا النهارده قررت كده قرار كده طلع مرة واحدة، وإن أنا هاعمل بلاي ليست هاتكلم فيها عن story time لحاجات حصلت في حياتي. ما اعرفش، يعني مش عارفة إيه القصص اللي أنا ممكن أحكيها كتير أوي، بس أنا قررت القرار ده. وبما إن دي أول حلقة وأنا مش كاتبة سكريبت ومش كاتبة أي حاجة وطالعة بمنتهى العشوائية أحكي حاجات عشوائية جدًا، فأنا قررت إن أنا أحكي لكم قصة صاحبتي اللي خذلتني. أنا اتخذلت يعني she's let me down على فكرة يعني جدًا. والكلام ده تقريبًا بقى له almost كده بقى له سنة وشوية يعني سنة وكذا شهر. هو كان في 6 اللي فات، لأ 6 اللي قبله، اللي هو في شهر 6 كان يوم 11/6/2024. أنا فاكرة التاريخ ده كويس أوي، 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 أوي. و وهاحكي بقى. هنطلّع الدنيا. أنا عملت move on بالمناسبة. كان عندي واحدة صاحبتي، وواحدة صاحبتي دي أنا كنت باحبها جدًا، 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 فوق مما أي حد يتخيل. كانت بالنسبة لي أختي. لدرجة إن أنا وأنا باعمل الرواية بتاعتي الأخيرة، أنا كتبتها في الإهداء من ضمن قايمة الأهل، مش من ضمن قايمة الأصدقاء، من كتر ما أنا كنت باحبها. والمهم صاحبتي دي كنت باحبها جدًا، كنت بارتاح معاها في الكلام، كنت باحس إن هي حد كويس، حد بيدعمني بيsupport me في حاجات كتير أوي، الحاجات دي كلها. فأنا كنت عشان كده كنت باحبها أوي. بس كان في دايمًا مشكلة ما بيني وما بينها، إحنا فرق الpersonality بتاعتنا عالي أوي، أوي، يعني هي شخصية وأنا شخصية تانية تمامًا، يعني إحنا مش متفقين في حاجات كتير أوي. ومع ذلك أنا كنت باحبها، ورغم إن هي كانت بتعمل حاجات كتير أوي، أوي، أوي بتضايقني، وأنا كنت بقى يعني بقى اسكتي يا نور، يعني ما تبوظيش الدنيا، يعني إيه يعني بتعمل حاجات بتضايقِك، إيه يعني بتعمل حاجات بتضايقِك، فخلاص فكنت باكتم بقى جوايا وما كنتش باقول أي حاجة خالص من الحاجات اللي هي كانت بتضايقني. وجينا في مرة وإحنا بنتكلم قُلت لها: "على فكرة أنا باحس إن أنا بادّي في العلاقة دي أكتر، وباحس إن أنا متحمسة أكتر، وباحس إن أنا بابقى عايزة أقابلِك، وإن أنا عايزة أشوفِك، وإن أنا عايزة أعمل كل الحاجات دي، وأنتِ مش بتحسّسيني إنِّك مهتمة إنِّك تعملي كل الحاجات دي خالص." فساعتها هي قالت لي: "ليه، مين اللي قال لِك كده؟" وبتاع. فساعتها أنا مش عارفة، أنا مرّة واحدة لقيت نفسي باعمل لها 7000 record باقول لها فيه أنا كنت زعلانة في الموقف الفلاني، وكنت زعلانة في الموقف الفلاني، وكنت زعلانة في الموقف الفلاني، وبدأت إن أنا أعاتب. وهي طبيعتها هي ما كانتش بتعاتب، يعني هي عمرها ما كانت بتعاتب أبدًا. وهي دايمًا كانت بتقعد تقول لي إن هي مش بتعاتب، وإن هي مش بتحب تعاتب، وما بتحبش تواجه حد بإن هي تعاتبه، وإن هي كانت بتقف لِك على موقف و2 و3 و4 بتيجي عند حتة معينة بتتقفل فخلاص. هي خلاص مستحيل بقى إن هي تيجي مرة تانية فتتكلم، هو خلاص لمّا بتتقفل خلاص. وأنا كنت فاهمة ده وكنت متقبلاه وما كنتش قُلت لها حاجة، يعني أنا كنت متقبلة بدليل إن أنا كنت مكملة عادي. المرة دي أنا عاتبت. ولمّا عاتبت هي قالت لي ساعتها: "هو أنا اللي قلبي أسود؟ يعني وبتقولي عليَّ أنا اللي ما باعاتبش، وأنتِ طلعتِ شايلة كل ده؟" وبتاع، واتضايقت. وأنا ساعتها قُلت لها إن أنا مش عايزاها تزعل، وقد إيه إن أنا مش عايزاها تزعل وبتاع. وبعدين هي سكتت مرة واحدة، ما عادتش بتبعت. فأنا دخلت بعتّ لها: "طب أنتِ لو أنتِ زعلانة، لو أنا زعّلتِك في حاجة قولي لي، وإن أنا ما أقدرش على زعلِك والحاجات دي، وأنتِ زعلِك ما يهونش عليَّ وأنا غلطانة وI'm sorry" والكلام ده. قالت لي: "أنا محتاجة إن أنا آخد فترة كده، آخد وقت كده وبعدين هنتكلم تاني." طبعًا في الكام يوم اللي هي كانت بتاخد فيهم وقت دول أنا كنت متجننة خالص يعني، لإن هي قراراتها كانت صعبة. ونسيت أحكي لكم إن هي كانت قبلها بسنة كانت قطعت علاقتها بيّا أصلًا، أنا برضه اللي مشيت ورُحت لها البيت وبتاع وما تزعليش بس أنا كنت غلطانة في العلاقة دي الصراحة، يعني كنت غلطانة في الأسباب دي، فعشان كده كنت عايزة أرجّعها، يعني الحقيقة. فطبعًا مش عارف إيه، بعدها بكام يوم كده بعتّ لها: "أنتِ عاملة إيه، إيه الدنيا؟" قالت لي: "والله الدنيا تمام وزي الفل." وكنا أيام امتحانات وقالت لي إن الدنيا تمام وحلوة وبتاع. فجيت بعدها بكام يوم كنت أنا خلّصت امتحانات، وكنت أنا في الجامعة باقابل واحدة صاحبتي، وكنت قاعدة معاها وكده. وبعدين أنا عارفة إن هو امتحان صاحبتي التانية دي اللي أنا باحكي لكم عليها أصلًا. فصاحبتي التانية ديًّا كان امتحانها، فأنا اتصلت عليها. كنت باتصل عليها بعد الامتحانات عشان أطمن، يعني إحنا كنا close أوي يعني كمان. فقُلت لها: "أنتِ عاملة إيه وإيه الدنيا والامتحان معاكِ عامل إيه والدنيا كويسة وبتاع؟" قالت لي إن الامتحان كان صعب. فلمّا قالت لي الامتحان كان صعب أوي وبتاع، أنا قلبي رهيف ما قدرتش، قعدت إن أنا أقول لها: "طب أنتِ كويسة، طب أنتِ مش عارف إيه، طب أنا عايزة أشوفِك دلوقتي حالًا." قالت لي: "تعالي عند بوابة علوم." أنا في جامعة المنصورة يا جماعة، أي حد هيشوف الفيديو ده من جامعة المنصورة يبقى عارف المكان اللي أنا هاشرحه يعني. قالت لي إيه: "تعالي قابليني عندي علوم." فأنا عاملة حسابي إن أنا هاروح أقعد معاها فين، أقف معاها عند عند كلية علوم، بوابة علوم، وأشوف إيه الدنيا. وهي كانت معاها واحدة صاحبتها وصاحبة صاحبتها، فقالت لي إن هُم خارجين، فقالت لي إن هي هتقول لهم وتشوف كده. فأنا قُلت لها: "أنا مش عايزة أي حاجة، أنا هاجي أشوفِك بس عشان أطمن عليكِ وبعدين هارجع."
فانا رحت طبعا قدام بوابه علوم ايام الامتحانات، الدنيا كانت زحمه جدا جدا جدا، وانا حد بيتاخد في الزحمه يعني، انا حد لو حد قال لي، لو حد قعد يزن عليا في الزحمه انا هعمل الحاجه اللي هو عاوزها، لان انا اصلا حد بيتوتر قوي في الزحمه. ف... فهي قامت جايه قالت لي تعالي تعالي، وقامت صاحبتي قالت لي تعالي بس ومش عارف ايه وبتاع، وفجاه لقيت نفسي قدام استاسيا. استاسيا ده الكافيه اللي محطوط في اللي هو في مركب كده في الميه وبتاع، معروف قوي في المنصوره عند بوابه علوم، تنزل السلم الصغير ده وتروح. فالمهم انا رحت معاها في الكافيه ده، ورحنا قعدنا وبتاع، وقعدنا نهزر وضحكنا واتبسطنا، وكانت الدنيا تمام وزي الفل وما كانش في حاجه، وخلاص وكانت الدنيا تمام يعني ما كانش في حاجه. كان في اغنيه فكرتني بجدتي فقعدت اعيط، فقالت لي معلش وبتاع. اعتقد ده الاكتر حاجه كانت مؤثره. يومها كنا بنتكلم، قعدنا نضحك نهزر نلعب بكروت مش عارف ايه كده، الدنيا الى حد ما كانت كويس، ما كانش في حاجه. وبعدها هي حسبت لي اصلا في اليوم ده، يعني هي قالت لي خلاص يا نور، وانا وهي كانت فلوسنا واحده يعني، فعادي عادي ان هي تحسب لي او ان انا احسب لها او الحاجات دي كلها. فانا مش عارفه في حد دخل البيت ولا لا، انا محدش دخل بس انا سامعه صوت كده تخبيط. فالمهم يعني هي حسبت لي والكلام ده، وبعدين رجعنا، واحنا راجعين ركبنا ميكروباص، فانا حسبت لها خلاص الموضوع انتهى. كنا عملنا تيك توك كده بسيط، وهي كانت قفشت في اخر القعده وقالت همشي وبتاع، فقلت لها اجي معاكي، فقالت لي لا. فالمهم قعدنا حاجات عبيطه كده، الكلام ده بقاله يعني كتير يعني، اكيد انا عقلت اكتر من ده بكتير يعني. والمهم ايه، روحت. فانا حسيت ان هي قافله قوي، حتى لما جت نازله ما قالتش مع السلامه مش عارف ايه كده، ما بعتتليش روحتي ولا لا، لان بيتي ابعد من بيتها، فكانت دايما بتكلمني تطمن عليا. فانا قلت مش مشكله، ممكن تكون متضايقه، ممكن يكون في حاجه او كده. المهم انا روحت، بعت لها، كانت متصوره كان فيديو عندي، بعت لها، وهي عادتها ان هي بترد بسرعه، ما ردتش، وقلت ممكن تكون راجعه من الامتحان تعبانه، ممكن يكون اي حاجه وخلاص يعني كنسل. تاني يوم بعت لها، لقيتها ردت عليا بستيكر. قلت لها انا حاسه ان في حاجه، انت متضايقه او كده؟ فقالت لي لا مفيش حاجه، انا كويسه الحمد لله. بعدها انا كنت نزلت مع اميره صاحبتي عشان كانت بتجهز لفرحها، فكنا نازلين نشتري حاجات من المنصوره وكده. واحنا نازلين نشتري حاجات، فانا بعت لها مسج وقلت لها هو انت بتعملي ايه؟ قالت لي قاعده بس. نزلت انا واميره كنا بنشتري حاجات وكده، واحنا ماشيين في الشارع قابلتها هي وصاحبتها صاحبتها اللي انا كنت معاهم امبارح، وقابلتني كاني هوا، يعني كانها متعرفنيش. انا اتفاجئت جدا، اتخضيت، سلمت على اميره، سلمت عليا ببرود، واقفه ما بتبصليش، بتكلم اميره وبتاع. ساعتها انا اتشنكت كده، اللي هو في ايه يعني، تقابليني في الشارع كانك ما تعرفينيش ليه؟ انا وانت صحاب قوي على فكره يعني، اللي هو رد فعل مش طبيعي. ساعتها انا زعلت واتأثرت جدا من جوايا، وقعدت اسال في ايه، وما فهمتش. ما اميره قالت لي بس ممكن تكون متنشنه او حاجه. رحنا عند بيت اميره طبعا صرخت، اميره يعني انسانه عرافه جدا يعني، لما حكينا الموضوع قدامها بتقولي مالك يا نور زعلانه في ايه ومش عارف ايه كده، وتروحي قايله لي نور صاحبتك دي انسانه بياعه جدا، ابعدي عنها. فانا قلت لها لا مش كده وبتاع، وكده زعلانه. روحت البيت و كتبت لها مسج طويله عريضه، كنا قبل يوم الوقفه بتاعه العيد الكبير، مسج طويله عريضه، وانت زعلانه ليه وانت مش عارفه ايه، ترد عليا بكلام. عاملاه ريكوردز بدقيقتين وثلاث دقايق ورا بعض، هي عماله بقول لها فيهم لو انت متضايقه من حاجه قولي لي وانا حقك عليا والكلام ده كله، وهي ترد عليا ما فيش حاجه مش عارفه ايه وكده. رد بارد، يعني انا لو قتل لها قتيل مش ترد عليا الرد ده. طبعا زعلت واتأثرت جدا، ومن جوايا انجرحت قوي من جوايا بجد، يعني حسيت ان هو انا ماليش في ريحه ال30 لازمه، يعني انت ازاي تخليني اقعد افكر كتير قوي 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 كده في الحاجه دي. بعدين قعدت اوفر ثينكينج كتير قوي، وانا حد دماغه نايمه، فيعني ما اوفر ثينكينج، مش باوفر ثينكينج اصلا. فقعدت اوفر ثينكينج كتير قوي، انا عملت ايه، وعيد في اليوم اللي انا حكيته لكم ده، وعيد في الايام اللي قبلها، ولقيت ان انا ما عملتش حاجه خالص، بس وهي رافضه. طب قلت لها لو انت عاوز تبعدي طيب عرفيني، تقولي لا مفيش حاجه. يا بنتي لو في حاجه مش عارف ايه كده. طبعا فضلت زعلانه ومتاثره. يوم الوقفه ده عدى عليا كنت بموت تقريبا يعني، كنت تعبانه قوي ومتضايقه قوي ان انا، بسبب ان انا، المشكله كلها ان هي بعدت ليه. دي كل المشكله معايا، ان هي المشكله لو كان عندها اسباب تدعو ان هي عاوز تبعد، انا كنت خلاص، ما خلاص عايز تبعدي خلاص، اي حتى لو هتألم، حتى لو هزعل، حتى لو هعمل، خصوصا ان انا برتبط بالناس قوي، لان انا بنت وحيده فما عنديش اخوات بنات، فانا صحابي بالنسبه لي دول اخواتي، ففي حاجات كده تانية معقده كده قوي، كومبلكس قوي موجوده جوه، بس ماشي تمام. فالمهم ان انا قعدت ان انا اشوف ايه الدنيا وهي عملت ايه والحاجات دي وخلاص. بقيت اروح بقى عند اميره واقعد مع اصحابي، ودماغي تتعبني كتير قوي، اصحابي يقولوا لي خلاص ومش عارف ايه. فضلت كام يوم كده تعبانه بجد وزعلانه ان هي ما بتكلمنيش خالص.
لحد ما عدى 10 ايام كان عندها امتحان تاني، اتصلت عليها، هي كانت فاتحه ما ردتش، وبعدين ردت عليا بالليل كده بقول لها شكلك اتبسطتي واليوم كان حلو وبتاع، قالت لي اه حصل. بس دي كانت اخر مسج منها. آه خلاص حسيت ان هي مش فارق معاها بربع جنيه، هي رمتني في باسكت الزباله، مسحت رقمي، ريموف من على الفيسبوك، هي ما كانتش عندي على الفيسبوك تقريبا وقتها. حاجات كتير قوي، خلاص حسيت ان هو خلاص ما فيش اي امل، ما فيش اي حاجه. فطبعا كنت بروح، كان ايامها اصلا تحضيرات فرح اميره وبتاع، وكانت اميره مبسوطه وبتاع، بس انا كنت زعلانه، كنت حزينه جدا. وايامها منى صاحبتي برضو كانت معايا، كانوا صحابي بصراحه، كانوا معايا جدا، وكانوا بيقولوا لي بعدي، هي خلاص عايز تبعد، بس انا مخي ما كانش مقتنع خالص بان انا ابعد. انا كنت متعلقه قوي وكنت ماسكه فيها قوي وما كنتش عايزه ابعد. لحد ما دينا صاحبتي قالت لي جمله، لحد النهارده انا ممتنه جدا لدينا عشان قالت لي الجمله دي، لاني لولا الجمله دي ما كنتش هعرف اعمل موف اون ده. قالت لي يا نور، هي الشخص اللي انت تهوني عليه يسيبك تقعدي تفكري ليالي حتى لو انت عملتي فيه إيه شخص ما يستاهلكيش. ساعتها انا بصيت كده قلت فعلا انا مهما عملت لها ما كانتش تستحق ان هي تسيبني اتعذب قوي كده او اتألم قوي كده. يعني هي انا ما عملتش حاجه لكل ده، حتى لو عملت حاجه غلط انا مش من النوع اللي بكابر على الغلط، انا بعتذر، انا بقول سوري، انا براضي اللي قدامي، خصوصا لو هي شخص عزيز عليا، خصوصا لو وهي عارفه. بس خلاص لقيت ان هو مفيش اي حاجه، فبدأ الموضوع بقى خلاص، هي الموضوع انتهى من عندها ويبدأ يجي عندنا بقى. طبعا كنت بزعل جدا. طبعا قعدت فترة على ما عملت موف اون، الفترة دي مش كبيرة، كانت شهر تقريبا. قعدت بقى ان هو بتألم وزعلانة، قلت بس انا عملت حاجة بسيطة جدا، جبت ورقة وقلم وقلت بس هنا انا هعمل حاجة مختلفة تماما. انا هعمل ايه؟ انا هجيب ورقة وقلم وهكتب عيوبهم ومميزاتها. والحقيقة ان انا اتخضيت جدا من النتيجة، انا لقيت عيوبها اكتر من مميزاتها. وساعتها الجيران دول حاجة صعبة قوي. وساعتها انا قعدت كده مع نفسي قلت نور، ايه اللي انت بتعمليه في نفسك ده؟ انت ما عندكيش سيلف كونفيدنس بربع جنيه، انت ازاي تمرمطي نفسك كده مع حد يعني بالطريقه دي؟ وبعدين بقى من هنا بدات الانطلاقه، ان انا بدات ان انا افكر في مين نور اصلا، انت مين، بتعملي ايه هنا، وايه الدنيا وايه اللي فيها وايه اللي يخليكي توصلي لده. وبدات ان انا اشتغل على نفسي كويس قوي، وبدات ان انا اشوف انا بحكي القصه دي ليه. انا بحكي القصه دي علشان انا لو كنت وقتها هي كانت رجعت لي تاني، انا ما كنتش هحاول ان انا اطور من نفسي، انا ما كنتش هحاول ان انا اشوف نفسي احسن، انا ما كنتش هحاول اسعى كويس قوي ان انا اكون حد كويس. انا لو كنت رجعت لها كانت يبقى الحال كما هو عليه، كنت هرجع لها وكان هيحصل مشكله تاني، انا وهي عمري شخصيتنا ما كانت راكبه على بعض. انا مش عارفه انا كنت شايفه ايه بصراحه، يعني انا نفسي ان انا اجيب حاجه كده واقعد انقب جوايا قوي عشان اعرف انا كنت شايفه ايه، لان انا وهي شخصيتنا مش متوافقه بالمره يعني خالص. بس يعني ماشي يعني انسان معقد جدا يعني يا جماعه. وانا بحكي القصه دي ليه؟ بقول ان هي لو كانت وقتها رجعت لي كنت انا هرجع تماما وهبقى مبسوطه وهبقى ساتسفايد، وازاي الحياه كده كويسه. لكن مع ذلك الضربه اللي جات لي منها، اللسعه اللي جات لي منها دي كانت اكتر حاجه فوقتني، لدرجه ان انا لو قابلتها في يوم من الايام هروح اشكرها، اروح اقول لها ثانك يو على اللي انت عملتيه، اقول لها ثانك يو على اللي انت عملتيه بجد، لان اللي انت عملتيه طلع منه حاجه كويسه قوي، طلع منه بقيت عارفه مين نور، بقيت عارفه نفسي اكتر، بقيت حد كويس، بقيت حد بيحقق حاجات كويسه، بقيت حد يعني حلو في الحياه. فاللي انا بحكيه ان اي قصه عامه الواحد بيبقى شايف من زاويه واحده، كل نظرة الإنسان محدودة جدا، بتبقى من وان سايد، طول ما انت باصص من وجهة نظر واحدة وانت مش شايف اللي بعدين، مع انه ممكن تكون لسعة دلوقتي بس بعدين خير جدا. وبتذكر بما ان بكرة يعني الجمعة فهنقرأ سورة الكهف، فبتذكر جدا في سورة الكهف لما كان سيدنا الخضر كان قتل الغلام. ما اعتقدش ان والدين الغلام ممكن يعتقدوا ان ده خير، يعني ايه الخير في انك تقتل ابننا، مع انهم لو عرفوا ان هو كان هيبقى صعب فيما بعد او كده وان هو هيدخلوا الجنة بسبب ان هو قتل، هيحمدوا ربنا جدا. احنا يعني زي الوالدين دول بالظبط، ربنا بيدينا حاجات، ربنا بيفوقنا في حاجات كتير قوي بتحصل لنا عشان فيما بعد ان احنا نكون كويسين، وان احنا نكون فاهمين الحياة اكتر، وان احنا نكون يعني بنوصل لحاجات كويسة اكتر، ومع ذلك احنا مش حاسين ده، احنا مش شايفين ده، نظرتنا محدودة جدا 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 تجاه الامور.
فربنا يوسع رؤيانا وينور بصيرتنا. ولو عجبتكم القصة دي قولوا لي احكي لكم قصص تانية. انا بجد مبسوطة قوي ان انا عملت الفيديو ده، خرجت حاجات كتير قوي من جوايا، وانا عملت موف اون حاليا. يعني انا لو قلتها ما احسش باي حاجه، ودليل ان انا بحكي القصه ومش متاثره خالص، مش حاسه ان هو في اي حاجه يعني. بالعكس كانت قصه ملهمه جدا ان يكون انسباير لحاجات كتير قوي تانية انا عملتها. بس مش عارفه اقول ايه تاني، بس اللي انا عارفه اقوله ان اي واحد هيحس بوجع في وقت من الاوقات، اعرف ان بعد الوجع ده في حاجه كويسه قوي هتحصل، في حاجه انسباير قوي هتاخدك في حته تانية هتتبسط قوي منها. بس thank you.